اليوم سأتحدث عن قصة هدايتي لعل الله ينفع بها من هو على المعتقد الإسماعيلي. أولا، أنتم أخواني وأهلي وعشيرتي، وأحب لكم الخير كما أحب لنفسي. في أسرة محافظة من الناحية التربوية ومتشددة في العقيدة الإسماعيلية، ونشأت في بيئة مغلقة على تعاليم العقيدة الإسماعيلية. في البيئة الإسماعيلية عندما نصل سن السابعة يحفظون كتاب كراسة الصلاة، وهذا فيه بعض الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأدعية المبتدعة. وهذا الكتاب من أصعب الكتب حفظا لأنه يخالف الفطرة السليمة. لا يوجد اهتمام في القرآن الكريم، لا تعلما ولا حفظا ولا تدريسا، رغم أن والدي من الفقهاء وكذلك جدي، ولكن فقههم يختلف عن الفقه الصحيح. وكذلك يشوهون السنة في عقولنا. مثلا أنا ربيت على أن أهل السنة هم أعداء أهل البيت، وكذلك هم تنظيم القاعدة قبل ظهور داعش. لا يوجد أحد في الطائفة يحفظ القرآن الكريم، ولا حتى جدي اللي يعتبر أعلى الهرم، فقط يقولون هذا القشور وعندنا اللباب اللي الكتب المخزنة. لا يستطيع أحد الوصول إلى هذه الكتب المخزنة. وأنا شخصيا كنت أعتقد أن هذه الكتب الموجودة أنها كتب آل البيت وأن فيها علم عظيم. طبعا نعيش على المسميات المغرية كالمذهب الطاهر والدين الحنيف، وكل هذا المسميات والشعارات تحتها الشرك وكل ما يهدم الإسلام حقيقة. طبعا عبادتنا في المذهب الإسماعيلي كلها عادات وتقاليد، وكلها تفتقد للذة العبادة لأنها تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة عندنا 51 ركعة في اليوم والليلة مع السنن والرواتب، وهي شبه إلزامية ناهيك على البدع الموجودة فيها. الصلاة علينا تكليف، فصرنا نؤديها كنقر الغراب. بعض الصلوات لا نؤديها في وقت آخر، لأن عندنا تشريع من ترك الصلاة عمد فليقضيها. 28 هجرية ذهبت إلى ينبع، وهناك كان بداية تحريك العقل الجامد، لأن عندنا قاعدة في المذهب الإسماعيلي: لا تشك فتشرك. وكان لي زميل سني وكان يعرف عني إسماعيلي. يوم من الأيام كنا نتابع التلفزيون، وكان في الشيخ عدنان العرعور يتحدث مع معمم عن مسألة الولاية، وكان يقول: أعطني دليل صريح من القرآن الكريم عن الولاية. والمعمم لا يرد عليه بدليل صحيح. طبعا بالنسبة لي الولاية عندنا شيء عظيم مقدسة، وهي الركن الأول من الإسلام، وهي فوق الشهادتين، فكيف لا يوجد دليل صريح من